السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في قناتكم عالم نساء مع مأدام. إذا كنتوا باقي مشتركتوش في القناة ندعوكم الاشتراك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد. وإلا عجبكم فيديو ادعوا ليه لايك باش تشجعوني. كنقدم لكم اليوم أقوى كريم في تنحيف منطقة البطن أو الكرش. منين تنقول أقوى كريم وبدون مبالغة عن تجربة، وأي وصفة حطيتها عن تجربة، ما غاديش نحط لكم أبدا شي وصفات أنا مجربهاش ولا من الناس اللي قرابين مني. نكونوا متيقنين من هذه المعلومه. كريم هائل تينحف منطقه البطن، هو كريم الزنجبيل. غير جربوه ردوا عليا الخبر. ما نطولش عليكم، نبداو على بركه الله. تنحتاج على بركه الله كمرحله اولى الى كاس من الماء والزنجبيل طازج. هذا هو الشكل ديالو. زنجبيل طازج انا خديت قطعه منه قشرتها وغادي نبشرها. الا ما توفرش، في حاله ما توفرش يمكن لكم تعوضوه بالزنجبيل بودره، ولكن بشرط يكون مصدر ثقه او طحنين على يديكم. ولكن اذا توفر هاد الطازج غيكون حسن. غادي نبشر هاد القطعه ديالي ونرجع لكم. هنا من بعد ما بصرت القطعه ديال الزنجبيل الطازج ديالي، جبت هنا واحد الكاسرول غادي نوضع فيها 3 معالق صغيره من الزنجبيل. ثم غادي نضيف كاس ديال الماء ديالي وغادي نحرك هاد المكونات شويه وغادي نوضعها على نار عاليه باش يتبخر ليا الماء ويبقى ليا فقط ربع كاس من الماء. عاد نطفي عليه. وهنا كما تلاحظوا من بعد ما تبخر ليا الماء، ها هو بقى لي هنايا تقريبا واحد ربع كاس فقط. كما تلاحظوا غادي نصفيه مزيان. وهنا كما تلاحظوا جبت هاد الصفايه تنصفي الزنجبيل ديالي باش نحصل على الماء ديالو فقط. وكما تلاحظوا معايا عطاني واحد ربع كاس. غادي نخليه يبرد ليا تماما باش نحضر به الكريم ديالي وندوز للخطوه الثانيه. وغادي نحتاج كمرحله ثانيه الى خل التفاح. غادي نحتاج منه 2 معالق صغيره. ملاحظه هاد الخل التفاح سايبته بيدي دابا راه 6 شهور ما تغير ما والو. الا بغيتو الطريقه ديالو خليوها ليا في التعاليق وغادي ننزلها في الفيديوهات القادمه بحول الله. اذا غادي نحتاج منه 2 معالق صغيره. هنا عندي زيت الجليسيرين غنحتاج منه ملعقه صغيره. يمكن لكم تعوضوا بزيت اللوز، تنعطيكم اختيارات. وعندي هنايا ماء الزهر، ماشي ماء الورد، ماء الزهر. غادي نحتاج منه ملعقه صغيره. وعندي هنايا كريم مرطب. يمكن لكم تستعملوا اي كريم مرطب متوفر عندكم، بحال هاد كريم نيفيا الازرق او كريم جليسوليد. وعلى بركة الله جبت هنا الماء ديال الزنجبيل ديالي اللي حضرنا في اول فيديو مع بعضياتنا. من بعد ما برد ليا تماما وغنبداو في تحضير كريم الزنجبيل المنحف لمنطقه البطن ديالنا. نجيب هذا الكريم وضعته هنايا اي كريم مرطب كما قلت لكم. وغادي نضيف ليه 2 معالق صغيره من خل التفاح. حاولوا ما تعمروش المعالق بزاف، يعني ملعقه صغيره غير مملوءه باش ما يجيكمش الكريم سائل. وغادي نزيد عليهم ملعقه صغيره من ماء الزهر كما قلت لكم. حاولوا ما تعمروش المعالق بزاف. وغادي نخلط هاد المكونات مزيان. وغادي نضيف ملعقه صغيره من زيت الجليسيرين. زيت الجليسيرين يمكن لكم تعوضوها بزيت اللوز الحلو، هو اللي غادي يحافظ لينا على هذا الكريم ديالنا وغادي يخليه هو الكريم مرطب. غادي يحافظوا لينا عليه وغادي يخليه يدوم وما يخسرش. صافي من بعد ما حركت غادي نضيف دابا الماء ديال الزنجبيل بالتدريج مع الخلط حتى نحصل على واحد القوام اللي يكون كريمي. وهذا هو القوام ديال الكريم ديالنا، كريمي 100%. وهذا دليل على نجاح قوام الوصفه ديالنا. كما تلاحظوا دابا غادي نفرغوا في هذه العلبه هذه النظيفه وغادي نحتفظ به.
لاحظوا معايا أخواتي قوام الكريم ديالنا كريمي 100% وملمسه ناعم. غنحتفظوا به في الثلاجة إلى حين الاستعمال وغنستعملوه يوميا، وطريقة استعماله كالتالي. تنطبق الكريم ديالنا بهذه الطريقه، انا تنطبقوا على يديا وانتم اكيد غادي تطبقوا على البطن ديالكم او الكرش. غادي نوضعوه بهذه الطريقه، نديروا الطبقه الاولى ونزيدوا الطبقه الثانيه بدون ذلك، نخليو الكريم باين، وغادي تلفوه بالبلاستيك الغذائي مزيان، لان هذا الكريم هذا تيدير المفعول ديالو مع الحراره. خصنا نغطيو ديك المنطقه مزيان باش تصاد لينا، وبالتالي تتم عمليه اذابه الدهون في هذيك المنطقه. ومن بعد ما غادي نغلفو بالبلاستيك الغذائي، غادي نجيب هاد الصمته ديال الكرش. يمكن لكم تستعملوا حتى هزام طبي الا متوفر عندكم، وتشدوا به البطن ديالكم باش يسرع علينا عمليه تسخين هذيك المنطقه. ولا ما كانش متوفر الحزام، يمكن لكم غير تشدوا البطن ديالكم بشيشال وتزيروه مزيان. وخلال اليوم حاولي دائما تشفطي بطنك لداخل، كل ما تفكرتي شفطيها لداخل. ومع المداومه على هذا الكريم السحري ديالنا غيختفي البطن تماما باذن الله. وغادي نخلي لكم حتى مشروب لإذابة دهون الظهر مع بعض النصائح في صندوق الوصف. بالنسبة اللي يبغي يسرع من عملية حرق الدهون في الجزء العلوي بالكامل بإذن الله، فقط داوموا على هذا الكريم السحري والنصائح اللي عطيت. وبالنسبة للمدة فمن ساعة إلى ساعتين في اليوم، ومن الأفضل لو تطبقوا أثناء أشغالكم اليومية للنتيجة. وهذا هو الفيديو ديالنا، تنتمنى ينال اعجابكم وتجربوه بدون مبالغه، راه هائل تيحيد البطن وعن تجربه. كما قلت لكم وصفاتي كامله باذن الله عن تجربه. نتمنى تنال اعجابكم. الا كان عندكم اي اقتراحات او طلبات خليوها لي في التعاليق، تعاليقكم تنقراها بكل اهتمام، تتفرحني. الا عجبكم فيديو دعوا لي لايك، والا كنتوا باقي ما اشتركتوش في القناه اشتركوا بالضغط على الزر الاحمر الموجود اسفل الفيديو وتفعيل الجرس باش يصلكم كل جديد فور نزولي. الى الفيديو القادم بحول الله، في امان الله.